السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة على قناتكم الكرة الحلوة، قناة ماتش أهلي سموحة أبناء كأس مصر. امبارح كان الماتش الأولاني الزمالك وبيراميدز. بيراميدز عمل ماتش بطولي أدى أداء مباراة كبير، كسب الزمالك ضربة جزاء وتأهل المباراة النهائية. النهارده الماتش التاني الأهلي وسموحة. الأهلي متصدر الدوري 31 بونت، تعثر ماتش أخير مع المصري، كان عنده مشكلة في الهداف، يعني كانت مشكلة كبيرة. متصدر الدوري بفرق 4 بونت عن فيوتشر، 5 بونت عن الزمالك. الناحية التانية فريق سموحة مركز صعب جدا، عمل فوز معنوي كبير الماتش اللي فات على طلائع جيش 1. اداله دفع معنوي في المركز ال 12، بس حاجة برضه قريب من مركز الخطر. الأهلي ابتدى المباراة النهارده، فاجئنا كولر هو لعب نفس 4 هو قال بيلعب 4-2-3-1. النهارده لعب 4-3-3، استغنى عن صانع لعيبه. حلقه في الجانب النهارده لعب الشناوي الرباعي المعتاد، معلول هاني متولي. النهارده رامي لظروف الاصابات لعب. خط الوسط لعب، هي دي المفاجاه، ديانج حمدي فتحي للاصابه السوليه. لعب بالتالي محمد فخري ثلاثي ارتكاز. لعب الثلاثي الهجومي، الشحات متألق في التأخير، عبد القادر برضه متألق. المفاجأة كهربا اللي اترفع عنه الإيقاف، كانت مغامرة منه، هو ابتدي انه مباراة لا تنجح لا تفشل. الناحية التانية كابتن طارق العشري، طريقته المعتادة على الورق 4-3-3، بتتحول عند فئة الكورة 4-5-1. بيعتبر حسام حسن ان هو يهمد الدفاع، يتحرك، لعيب قوي. طبعا معاهم الاهلي لعيب حقيقة يعني مش عايز اقول ظلم في الاهلي، بس يعني ما كانش متوافق الفتره اللي فيها، فهو مع سموحه. الاهلي ابتدى المباراه بلا مقدمات، ضغط من اول مباراه، عايز ياخد مبادره. لعب مع سموحه من اسبوعين، الحقيقه كان ماتش سيء جدا، الاهلي ملوش ولا فرصه، بتاع 0-0. هياخد مبادره. حمدي فتحي التسديده خطره جدا، ده الرابعه عدت بجوار الامن اليمين. دقيقه 10 دقيقه 7 انطلاقه من كرم اليمين، لعب كره عرضيه، كره عرضيه سهله، وقعت من ايد سليمان كمال عبد القادر المدافع من خلف، كره سهله. هذا فتح المباراه، ادى ثقه اكتر للاهلي وبطل لعب السموحه. الاهلي ما سكتش، على طول استمر في الضغط. عندنا في الدقيقه 10 هدف تاني الاهلي، حمدي فتحي اسيست من كهرباء، اسيست ممتاز. استلم الكره تحت ضغط 2 لعيبه، حجز على الكره، ظهر للجون، سندها لحمدي فتحي، سددها. الكره خدت برضه ايدي ناس سيمانو، داخل ما كانش موفق النهارده سليمان. هدف تاني النادي الاهلي، هدف طبعا وسع هدفين، هدف 2-0 10 دقائق. كانت ضربه كبيره جدا من نادي سموحه، ايدي تقبيله كبيره للاهلي وهمدي فريق سموحه. سليمان طلب التغيير، خرج بعد ربع ساعه، خلاص اتهز معنويا مع حارس كبير وخبره. الاهلي استمر في الضغط يا جماعه، الاهلي استمر في الضغط. كانت مفاجاه التشكيل او الاهلي لعب من غير صناع العاب ولعب كهرباء. ان حمدي فتحي هو اللي خد دور لعيب خط الوسط اللي بيكمل. عارفين عنده امكانيات كبيره جدا، كان حاصل الفتره الاخيره كانت مصاب، كان بيندفع على طول، هو دايما مشاكل خطوره. اخطر شيء يا جماعه على الفرقه اللعيب اللي جايب وش، اللعيب المندفع من خلف الامام، ان هو اولا مش مراقب، عنده رؤيه كويسه للملعب، بيخترق بكره من دون كوره، ياخد عرضيات. حمدي فتحي ادى الدور ده بشكل مميز جدا النهارده. كهربا اتحرك بشكل واعي جدا يا جماعه. كهربا لعيب جوكر، بيلعب في كل مركز الهجوم، جناح يمين، جناح شمال، راس حرب، لعيب ذكي، بيعرف يتحرك ما بين الخطوط، بيعرف ياخد اماكن كويسه، عنده سرعه بتخليه التيرن اوفر بتاعه يعني بيبقى مميز، يعني صعب تمسكه. فحقيقه النهارده عمل مجهود كبير جدا، كان موفق. الاهلي استمر في الضغط، يعني الاهلي ما سكتش، الاهلي استمر في الضغط على فريق سموحه اللي بيحاول يطلع الكوره مش قادر. عندنا في الدقيقه 20 اول فرصه، اي فرصه مشغول سموحه، تسديده لحسام حسن، خط دفاع من الاهلي، سديده قويه جدا فوق مرمى الشناوي. الاهلي استمر في الضغط. عندنا في الدقيقه 30 رأسيه ضعيفه من كهربا في مكان مؤثر، الكره ما لمتش، يعني مكان خطر بس الكره كانت ضعيفه. عندنا الدقيقه 35 هدف ثالث النادي الاهلي، محمود امين كهربا. عايز اتكلم على الجون ده. الجون الكره يا جماعه، الاهلي لما بعد ما جاب الجون ابتدى يعني يسيب وسط الملعب شويه لسموحه، ويلعب على الكور السريعه، على المرتدات السريعه، انما سموحه هو المغلوب، فاضطر يجي لي بالكوره، خلاص ابتدى يتحرر هجوميا، ابتدى يندفع، فلاقي بيعتمد على اللمسات السريعه. الحقيقه الكوره اتلعب من حمدي فتحي لحسين الشحات. حسين الشحات هنا الهدف ده يعني عامل فيه مجهود كبير جدا. اولا كنترول على الكوره، واقف كوره على وش الكوره، نزلت الكوره، مجرد ما نزلت ابتدى يحاول المدافع يعمل ايه، يعمل البريس عليه. الحقيقه برضه قطم المدافع اللي جوه، خرجه اوت اوف بوزيشن، يعني خلاص المدافع بيحاول يروح له وهو خد على جسمه، جه المدافع الثاني ضم عليه. هنا حسين الشحات حط كوره تحت سيطره تماما. هنا نتكلم عن قفشه يا جماعه، قفشه تحرك قطري ممتاز. هو جاي من ورا حسين، لف قطري بقى في مواجهه المرمى. ده ذكاء لعيب، دي يعني مش مهاره المدرب ضرب عليه، ده ذكاء لعيب ان هو بيتحرك في المكان الصح، فبقى حاطط نفسه في مواجهه المرمى جوه منطقه الجزاء، مواجهه الجون مباشره. هنا برضه حسين الشحات يا جماعه لمسه حراريه، لاعب الكوره
انك تاخدها في سكتك، يعني لمسه واحده مش محتاج لا توقف، يعني لا لعبها لك في رجلك فلسه هتسند وتشوط، ولا بعيد عنك متزحلق وتشوط، لا ده لعبها لك يعني بقوه مناسبه. هنا الحقيقه كهربا عنده رؤيه، عنده فيجن عالي جدا، لعيب عنده لمسه حلوه، واخد القرار، عملها تشبايه فوق جون عمر صالح حارس البديل. هدف رائع بيترجم مجهود كهربا، عامل شوط، عامل مجهود كبير جدا جدا، بيترجم تفوق الاهلي. لا استمر في الهجوم، عندنا في الدقيقه 40 محمد هاني متالق الفتره الاخيره تسديده صاروخيه حقق فوق العارضه، كان فرصه هدف كبير جدا. انتهى الشوط بتقدم النادي 3-0، فوز يعني تقدم اتى المباراه اكلينيكيا، فريق ماتش كاس 3-0 حقق نتيجه ثقيله جدا الشوط الاول. كان بيظهر 10 بقى الشوط الثاني بثلاث تغييرات، الكل في الكل، خلاص لعب 4-3 وفتح الملعب تماما. خلاص الراجل قرر ان هو ياخد الريسك الاهلي لعب بنفس الهدوء بتاعه. انا بلعب بهدوء، بتناقل الكوره، بلعب على مراحل، بضغط شويه من فوق، برده في وسط الملعب، بعمل تدوير للكوره، بهاجر فرق سموحه، بحرمهم الكوره. يعني الشوط الثاني ما كانش فيه فرص كتير، عندنا في الدقيقه 60 فرصه لكهربا، حاول انفرد، حاول يراوغ عمر صلاح، تالق يعني انقذ في المره الاولى، وحاول يلعبها كهربا لوب، انقذ في المره الثانيه. هنا في الدقيقه 61 الكولر قالوا يعمل تبديل ثلاثي، نزل شادي ونزل قفشه، يعني تغييرين متوقعين، ونزل مروان عطيه. مروان عطيه يا جماعه لعيب باورفول، لعيب هيدي قوه كبيره لخط الوسط، لعيب عنده اندفاع بدني كبير جدا، عنده قدره، عنده تسديدات، يعني هيبقى اضافه كويس النادي الاهلي ان شاء الله. نزل شادي حسين مكان كهربا، هنا كهربا الراجل بقاله سنه ما بيلعبش، عمل مجهود بدني مش طبيعي، يعني مجهود بدني كبير جدا، فالراجل ما حبش الراجل يستفزه بدنيا، حب يحتفظ بيه، فخرجه. نزل قفشه مكان محمد فخري، حب يدي كنترول في خط الوسط، انا عايز احتفظ بالكوره. محمد فخري عمل ماتش كويس النهارده، ادى اداء كويس جدا جدا. هو ديانج نحس ان هم مش باينين في الملعب، لكن هم دورهم مهم جدا، هم كانوا ثابتين الصداده اللي قدام خط الدفاع، والمديك الحارس خط الوسط. حمدي كان هو اللعيب الطاير اللي هو بيروح بيعمل اضافه، بيكمل وبيشوط ويخش من الجزاء وبيعمل خطوره، في الحقيقه كان لهم دور مهم جدا مش مرئي. المباراه بعد كده اتحولت محاولات عشوائيه من سموحه بلا خطوره، مقابل هدوء من النادي الاهلي. بدايه 70 في تغيير مهم، نزل محمد الضاوي كريستو، لعيب الجديد اللي جاي من نادي نجم الساحل، لعيب هنتكلم عنه بسرعه. لعيب عنده طول كويس، برجله واسع، عنده سرعه مع مهاره، يعني انك تجري بالكوره بسرعه مع كنترول عليها، دي حاجه مش اي حد يعملها. لعيب اشول، واضح ان هو عنده يعني عمل بعض لمسات، تحس ان هو مسرع شويه، بس عنده لمسات لا هيبقى اضافه للنادي الاهلي. اللعيب يا جماعه، اللعيب السريع البرج ده بيبقى مهم ان هو بيسحب الفرقه، يعني ممكن انا اعتمد عليه مثلا ان هو الشحات مثلا في او كهربا، ان هم جناحات سريعه، فممكن يقل الهجمه بلمسه لمستين، يعمل له خطوره كبيره جدا جدا. لعيب يعني واضح ان هو هيبقى لعيب مبشر. الدقيقه 80 خرج محمد نازل، خلع فتاح، راجل حب يلعب كل الصفقات الجديده، اشوفها يعني لما لعب يا جماعه الصفقه دي العبها في وقت مناسب، الفريق ما يبقاش مغلوب وتحت الضغط انزله اوتره اكتر، لا الفريق بقى بشكل كويس، ادى 3-0 ادى فرص لكل الناس. حلو الماتش استمر بنفس الوتيره، استحواذ من الاهلي مقابل محاولات عشوائيه من سموحه. عندنا في الدقيقه 88 حسام حسن عمل جول كبير، اتحرك كتير جدا ما سمحش تساعده، بمره فرديه عدى مرام ربيعه زي ما بيقولوا دبسه ضربه جزاء، حسبها الحكم سددها، هدف الاول اللي اسمح في الدقيقه 90. 3-1. الحقيقه الماتش ما كانش فيه جديد في باقي الوقت الاضافي، انتهى الماتش بفوز 3-1. الحقيقه الاهلي عنده مكاسب كتيره في الماتش ده، اتأهلت نهائي الكاس، دفع معنويه قبل ماتش الزمالك الجاي يوم السبت ان شاء الله في الدوري، ماتش مهم جدا. الاهلي في حاله فوزه هيرفع الفرق مع الزمالك 8 بونت، حاله تعادله هيوصل فرق 5 بونت، فمعنويا انا داخل فايق. في لعيبه لعبت النهارده خدت ثقه، استعاد لعيب زي كهربا، لعيب غاب له مده كبيره، دخلت صفقات جديده شفتها في الملعب، ممكن استعين ببعض منها مش كلها، ممكن استعين مثلا بمروان خلع فتاح، يعني ممكن استعين بجزء منها، فده برضه بيدي اريحيه للمدرب ان عندي اختيارات كتيره. عايز كمان على بس لقطتين في الشوط الثاني، دقيقه 45 والاهلي كسبان 3-0. الحقيقه محمد فخري بيضغط على الجون عمر صلاح بشكل قوي جدا، يعني يحسسك ان هو مغلوب. دي يا جماعه دي روح لازم يكون في اي فريق، ضغط بشكل كبير جدا عليه لانه خلاه يلعب كوره بسرعه في الاول. عندنا في الدقيقه 55 لقطه ثانيه مهمه برضه، الحقيقه الكوره اتلعبت في ظهر علي معلول لحسين فيصل، الحقيقه رايح في هجمه خطيره،
هنا اللي رجع يا جماعه عمل معاه عمل مساعده دفاعيه احمد عبد القادر. احمد عبد القادر كان مشكلته ان هو ما بيدافعش، هو لعيب مهاري وفنان وكل حاجه بس مجهوده قليل، لا ده راجع لحد منطقه جزائه بيحجز على اللعيب بتاع سموحه، بحيث ان انه ادى الفرصه لمتولي ان هو يطلع وياخد الكوره، ان هو يقطع الكوره ويستحوذ عليها كمان. يعني ده دور، يعني اللقطتين دول مهمين جدا. ازاي انت كعقليه الفريق، ان الفريق بيهاجم كوحده بيدافع كوحده، روح قتاليه موجوده في الملعب. كل الراجل عامل شغل كويس جدا جدا. كان عنده مشكله في التهديف، يعني يا جماعه لازم تديله حقه، الراجل بيوصل للجون، في ريل شكل في الملعب، في تكتيك، علاقته كويسه باللعيبه، باين جدا جدا في علاقته حتى مع البودلة في اخر الماتش. هو بيسلم على البودلة، اللعيبه زعلانه طبعا، اي لعيب ما بيلعبش بيبقى زعلان ان هو يعني الراجل بياخد بخاطر زي ما بيقولوا. هيجي وقتكم وهتلعبوا، انت ده بيلعب النهارده يلعب بكره، ان انا محسس اللعيب ان هو صاحب المكان. اي لعيب قابل ان هو يطلع او غيره يلعب. دي بتدي عداله في الفريق. اللي هيجتهد هيلعب، مش حاجه لازم واحد مكانه محجوز. دي كانت بتحصل في بعض الاوقات، لعيبه بتلعب كده كده حلو وحش بيلعب، لا اللعيب دلوقتي هيقاتل على مكانه، كل لعيب ليه بديل او اكتر في الدفاع، في خط الوسط، في الهجوم. ده هيدي اريحيه للمدرب، هيدي قوه للفريق، هيخلي الفريق عنده افضليه، لان عندك قايمه كويسه، سكواد كويس جدا كده، تقدر تشتغل زي ما انت عايز. ان عارفين الموسم مضغوط، ان عندك دوري، كاس عالم انديه، بطوله افريقيا، ماتشات كتير جدا كده ورا بعض. الف مبروك النادي الاهلي. اتمنى لو التحليل عجبكم تعملوا لايك واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.